هو ليه سلوت فجأة ركب محمد صلاح على الدكة للماتش التاني ورا بعض؟ وايه التصريح اللي خلى وائل جمعة يطلع ويقول له انت كذاب؟ قصة غريبة ابو الكباتن بتحصل دلوقتي في ليفربول. ارن سلوت بيقرر للمرة التانية على التوالي ان صلاح يبدأ من على الدكة قدام ساندرلاند، واتفرج ابو الكباتن ده شكله وهو على الدكة، ولا طايق نفسه ولا طايق النادي ولا طايق زمايله. ولما سألوا المدرب ارن سلوت انت ليه بتعمل كده مع صلاح؟ قال لهم والله احنا محتاجين لاعيبة تقدر تكمل ال 90 دقيقة. يا ابو الكباتن انت بتقول لي ايه؟ بقى صلاح ده ما شاء الله اللي في الفورمة دي مش قادر يكمل 90 دقيقة؟ وقال ان صلاح مش في افضل حالاته ومش هيقدر يكمل ال 90 دقيقة، وانه بعيد عن مستواه الفترة دي واحنا عاوزينه يرتاح. وبعد ما قال الكلام ده ابو الكباتن في سكاي سبورتس، وائل جمعة بقى عمل شرارة وطلع وقالها صريحة في استوديو بي ان، وقال ان ارن سلوت كاذب، وقال ان لو صلاح مرهق يبقى الفريق كله مرهق يعني، والمشكلة في طريقة لعب سلوت مش في محمد صلاح ابدا. المفاجأة ان وائل جمعة اكد ان صلاح مش مقتنع بكلامه. هم بقى اصحاب بره الملعب بيحكي له انا ما اعرفش، بس انا شايف من وجهة نظري ان ليفربول بيحاول يجهز الفريق من غير محمد صلاح ويشوفوا هيعمل ايه، لان فعليا ما نضحكش على بعض، محمد صلاح بيعيش اخر مواسمه مع الريدز. فبكل صراحة ابو الكباتن، هل انت شايف ان سبب تراجع ليفربول محمد صلاح ولا ارن سلوت؟